ارسنال بيتصدر الدوري مؤقتا بعد الفوز على ويست هام في ملعب الامارات، وده لحد ما نشوف ماتش تشيلسي وليفربول هيرسي على ايه. شوط اول كان بعنوان الكوره ورا جيوكيريس في كل مره بتتلعب له. حرفيا الشوط الاول لجيوكيريس ده كان فيه 3 فرص عرضيات ملعوبين على الارض، كل مره الكوره كانت بتتلعب وراه تقريبا، او هو اللي مستعجل بقى وعايز يروح يجيب جون. في منهم كوره ردت لايزي وكان الجون فاضي حرفيا وحطها بره ال3 خشبات. كم الفرص اللي اتخلقت في الشوط الاول دي كانت ممكن تخلص الشوط الاول 4-0 مستريح، وللاسف اصابه مارتن اوديجارد في الشوط الاول خرجته بره الماتش، وانا مش فاكر دي الاصابه الكام لاوديجارد من بدايه الموسم. وبرده مش عارف هل لعنه الاصابه اللي ملازمه اوديجارد دي هتكمل معاه ولا هيخرج منها قريب، لان احنا حرفيا مفتقدين اوديجارد اللي كان من السيزون اللي فات واللي قبله واللي قبله. والماتش كان بسيطره كامله من ارسنال، حرفيا دافيد راي ما اتحطش في اختبار طول الماتش ده تقريبا. الارسنال بيقدم مستوى جيد جدا مرضي تماما، ما كناش معتمدين على الكرات الثابته بشكل كبير، وخلقنا اكتر من فرصه وقدمنا اكتر من حل هجومي، ولكن ينقصه ان حد يترجم الحاجات دي لجوال. وبالمناسبه جيوكيريس انت جاي اصلا عشان الحته دي. وعلى الناحيه الثانيه برده جنب جيوكيريس ايزي لحد دلوقتي لسه ما اندمجش بشكل كامل مع الفريق، ومضيع النهارده فرصتين سهلين جدا. محتاجين نشوف تاثير ايزي مع ارسنال الفتره دي عشان خاطر يعني وبعدين. فنسال الله التسهيل في ماتش ليفر وتشيلسي النهارده، وانا اتمنى من كبير لندن واسد لندن صاحب المركز الثامن وال8 بونت اللي في المناطق الدافيه لحد وقتنا هذا، يمكن يقدم لنا حاجه كده مع ارن سلوت المشعوذ ويدينا الصداره على طبق من ذهب. والاهم من ده كله بقى، تنساش تعمل لايك وفولو هنا وهناك وانستجرام وتيك توك، وهتلاقيني في اي منصه عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.